المنظر لحاله بيحكي، والطعمة بتاخد العقل، يعني بدون مبالغة ألذ صينية بشاميل ممكن تجربوها وتعملوها. يعني صينية بشاميل من الآخر شي فاخر. لنعرف كيف وصفتنا بتنعمل خلونا سوا نتابع الفيديو. وقبل ما نبلش بالطريقة لا تنسوا تدعموني بلايك إذا حابين وصفاتي توصلكن باستمرار. وهلأ خلونا نبلش. ربطة سباكيتي رح نحط لها ملح وزيت زيتون أو زيت عادي. رح نحط لها مي مغلية ونحطها على النار لحد ما تنضج معنا السباكيتي نص استوى، ما لازم تنضج معنا استوى كامل مشان ما تنخلص بالطبخ. قطع زبدة مع شوية زيت نباتي، وعلى نار عالية رح نحط صدر دجاج مقطع بالطريقة اللي بنحبها. النار العالية تحت الدجاج خطوة كتير مهمة. نص معلقة صغيرة زنجبيل، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة بابريكا، وبهار اختياري بهارات الشاورما بس رح تعطيكم نكهة كتير طيبة للدجاج بصينية البشاميل. ورح نحرك الدجاج مع البهارات لحتى يختلط كتير منيح. بصل مفرومة ناعم، فلفلة خضراء، فلفلة حمراء، ومن قلبهم هن الدجاج. رح نحط الملح اللازم للطبخة وشرحات فطر معلب أو طازج، وفيكم تستغنوا عن الفطر. من قلبهم مع بعض حوالي دقيقتين، بعدين رح نضيف حبتين بندورة مبشورة. منقلب ورح نتركهم على النار يتسبكوا تقريبا ربع ساعة. بين ما تستوي معنا الخضر والدجاج رح نحضر البشاميل. قطعة زبدة، كمية الزبدة لازم تكون بتعادل كمية الطحين لحتى يطلع معنا البشاميل ناجح. أنا استخدمت قطعة زبدة بتعادل 3 معالق طحين. هذا هو القوام المطلوب لنجاح البشاميل، لازم تكون يعني قوام شبه سائل. عندي لتر حليب رح أضيفه بالتدريج فوق الزبدة والطحين. كل ما ضفت شوي بدي حركهم مشان أضمن إنه يطلع معي بشاميل بدون تكتلات، هيك لحد ما تخلص معنا كمية الحليب كلياتها. وتحريك البشاميل لحد ما يغلي شي مهم كتير. هلا رح نضيف بودرة ماجي، وفيكم تحطوا بدالها ملح، أنا استخدمت بودرة الماجي ورشة جوز الطيب، ومنضل نحرك لحتى يتماسك معنا القوام ويتقل. ومثل ما شايفين هذا هو قوام البشاميل المطلوب. هلا رح نحط كبشايتين بشاميل بسفل طبق الفرن، وبعدين رح نحط فوقه نص كمية السباكيتي اللي سلقناها ونرتبها كتير منيح. بعدين رح نحط كمية قليلة كمان من البشاميل ونوزعها على المعكرونة. هون انكم تحطوا الجبنة شيء اختياري، فيكم تحطوا جبنة وفيكم تخلوا الجبنة للأخير، هذا الشيء بيرجع لكم. بعدين بنحط الحشوة اللي عملناها وبنرصها على المعكرونة مشان ما تاخد معنا حجم بالصينية وقت تنفش. كمان هلا بدنا نحط من كبجايتين لثلاث كبجايات بشاميل فوق الحشوة اللي عملناها رح تخلي الحشوة طعمتها كتير طيبة. وكمان بنحط جبنة، كمان هون الجبنة شيء اختياري، فيكم تحطوها وفيكم تخلوها للأخير. راح نحط هلا باقي كمية السباكيتي اللي ضلت عنا اللي هي النص تقريبا، ونرتبها كتير منيح ونحط فوقها كل البشاميل اللي زاد معنا. بعد ما وزعنا البشاميل على وش صينية المعكرونة رح نحط رشة أوريجانو، رح تعطيها نكهة كتير طيبة، ورشة فلفل أسود. إذا مو متوفر عندكم الأوريجانو عادي فيكم تستغنوا عنه. رح نوزع جبنة على وش صينية المعكرونة وندخلها فرن محمى من الطرفين. درجة الحرارة بالفرن 225 لحد ما تدوب معنا الجبنة ويتحمر الوش. تقريبا بتاخد من ربع ساعة ل20 دقيقة. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة.